السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة اقولك على طريقة حلوة قوي للكبدة الاسكندراني او كبدة العربيات وازاي تطلع مننا طرية وجوسي كده، وتتبيلة حلوة قوي ليها. يلا نشوف الطريقة. المقادير معايا اهي: ملح وكمون ونص ليمونة، مش هنحط توابل اكتر من كده، وده فلفل احمر ومفروم وفلفل اخضر و3 فصوص توم. طبعا المية دي من الفلفل الاحمر المفروم. تمام كده. مش هنحط لها فلفل اسود عشان لونها ما يغمقش. هنعصر نص الليمونه كده عليها الاول، نص الليمون تشيل الزفاره. وطبعا الكبده ما بتتغسلش عشان لو اتغسلت هتبقى مش حلو خالص. نحط بقى الملح والكمون بالشكل ده كده، هنحط الفلفل الاحمر وهنحط التوم. اهو انا نزلت بالفلفل الاحمر، انا فرماه في الكبه والثوم. الفلفل الاخضر ده بقى هقول لكم هنعمل بيه ايه، مش هنستخدمه دلوقتي. هنقلب بقى كده الكبده مع التتبيله بتاعتنا كويس قوي. التتبيله دي بتخلي ريحه الكبده تحفه. عارفين بقى الكبده اللي بتشم ريحتها في العربيات، هي بقى نفس اللي هتطلع منها نفس الريحه الجميله دي، بس طبعا بقى بنضافه اكتر وابقى ضامنه حاجتي وعاملاها في البيت ازاي. الكبده ما بتتغسلش زي ما قلت لكم، لو اتغسلت هتبوظ وبتفقد فوائدها، وكمان لما تيجي تسويها هتلاقيها زي المجلده كده ومش حلوه خالص. تمام. الليمون، عصره الليمون دي هي اللي بتضيع زفاره الكبده كلها. بالشكل ده كده انا تبلتها. هشيلها بقى في التلاجة شوية، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. في طاسة سخنة بقى كده على النار او صينية كبيرة زي دي. الصينية دي انا بحب استعملها دايما علشان خاطر حجمها كبير. هنحط بقى زيت، نحط حبة زيت حلوين كده، وهنستنى لما الزيت بتاعنا يسخن كويس قوي. تمام كده. اهو انا مستنية على الزيت. اختبره كده بايدي اشوفه سخن ولا لا. اهم حاجة الزيت يبقى سخن كويس قوي عشان خاطر الكبدة ما تجيبش مية. تمام كده. الزيت سخن، ننزل على الزيت بالكبدة بتاعتي. اول ما تسمعوا الصوت ده يبقى كده تمام قوي. اول ما تاخد الصدمة دي، عشان الكبدة ما تجيبش مية خالص، لازم تاخد صدمة حلوة كده بالشكل ده كده. هبدأ بقى اقلب فيها، ما نقلبش كتير في الاول، نفردها بس كده في الصينية عشان خاطر برضو ما تجيبش مية. اهم حاجة تتعمل على نار عالية، عشان هي لو جابت السوائل اللي في قلبها اعرفوا ان الكبده بتاعتكم كده ما بقتش حلوه وهتبقى مجلده. طول ما هي ما جابتش من قلبها السوائل هتبقى جوسي وطريه وحلوه قوي زي اللي بتجيبوها في السندوتشات برضه. بالشكل ده انا بقلبش فيها جامد، انا دوب بفتها كده في الصينيه بس. اهو. وكل كده ما تاخد لون من ناحيه اقلبها على الناحيه التانية بالشكل ده كده. هسيبها بقى شويه اهو، رجعت لها تاني اديها تقليبه. هي متاخدش تسويه كتير على النار، لو زودتي عليها التسويه برضو هتجلد منك ومش هتبقى حلوه خالص. هي اول بس ما تستوي شكرا نطفي عليها. هي كده دخلت في التسويه. هجيب بقى الفلفل الاخضر بتاعي وهحطه. ما حطيتش الفلفل الاخضر بتاعي من الاول ليه؟ عشان لو حطيته من الاول هيدبل قوي ومش هيبقى باين. لا انا عايزاه يبقى باين في الاكل كده واحس بيه. فنديها تسويه شويه وبعد كده نحط لها الفلفل الاخضر يا دوب يدبل حاجه بسيطه بس بالشكل ده كده. اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ما جابتش ميه خالص وشكلها حلو زي الفل. يا سلام بقى على ريحتها، مش قادره اقول لكم بجد ريحتها تجنن. ريحتها بتقلب البيت دايما لما بنعملها بالشكل ده كده. اهو اديها بقى تشويحه حلوه كده. هتلاقوها طريه جدا وجوسي وزي السفنجه وشاربه من طعم التتبيله. بجد طعمها يجنن، لازم تجربوها ان شاء الله وتقولوا لي رايكم فيها.
خلاص كده انا كده خلصت، وهطفي عليها بقى وهنبدأ نعمل السندوتشات بتاعتنا. اهو انا هعمل السندوتشات بتاعتنا. جايبه عيش فينو، وهبدأ بقى اعبي كده من الكبدة بتاعتي الاول. املى بقى السندوتش كده. طبعا هما بره بيحطوا لك حتتين كبده صغيرين كده، احنا في البيت بقى براحتنا بقى نعمل سندوتشاتنا احلى وانضف من بتاعت بره 100 مره. اهو هحط بقى الكبده كده واملى السندوتش براحتي. وانا مجهزه معايا طحينه. عملتها ازاي؟ معلقتين طحينه خام، وحطيت عليهم شويه ميه وخل وملح وكمون وشطه. ان شاء الله هبقى اعمل لكم برضو سلطه الطحينه في مره لوحدها. اهو بالشكل ده كده احط الطحينه على الوش. تحفه. ممكن بقى تقدمي جنبها مخلل، بس انا ماليش بصراحه في المخلل، فاستكفيت كده بقرن فلفل حراق كده زي ما انتم شايفين. وممكن تقدمي جنبها شرايح برضو من الليمون. حلوه جدا، تنفع في الغدا وكمان عشوه خفيفه. يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات في الوصفه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.